يا صباح الفل. انا صاحي مبسوط. امبارح طبعا الزمالك والمصري، ماتش انا بعتبره للذكرى. من زمان جدا الزمالك ما عملش ماتش يبقى مسيطر فيه على فريق قوي طوال فترات الماتش، يبقى مسيطر وبيلعب كرة سريعة وكرة قوية وإيجابية على الجون. من زمان جدا أنا ما شفتش الزمالك بيلعب ماتش زي ده. دورت لقيت إن البصمة الجينية للكرة الزملكاوية بتقول إنه مدرسة الفن والهندسة. خلاص دي حقيقة مثبتة. امبارح الزمالك عمل ماتش مش أوروبي، ماتش عالمي. طيب كان في أسباب لكده؟ آه آه، يانيك فريرا واضح جدا إنه قرا الكوكي بشكل كويس أوي. فطول الوقت في زيادة عددية في أي مكان في الملعب، هتلاقي زيادة عددية للاعبي الزمالك، بيعمل اوفرلود ومدي حرية حركة لناصر ماهر اللي عمل ماتش من أجمل ماتشاته من ساعة ما جه الزمالك. نفس الشيء عدي الدباغ من الجبهات اللي طول الوقت بتبقى شغالة بشكل قوي جدا، هي الجبهة اليمين اللي فيها كريم العراقي ومعتز طمين. فطول الوقت مميل عليهم عدي الدباغ، فطول الوقت عامل لهم ربكة، طول الوقت ظهرك مكشوف كمصري يعني. فالزمالك عمل مباراة كويسة جدا 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 جدا، الفضل فيها بيرجع لسرعة الأداء. مفيش حد بيمسك الكورة ويدوس عليها ويفضل حاططها تحت رجله، لا، الكورة بتوصلني حد بيظهر لي بلعبها له، باستثناء طبعا اخوان الفينا عنده كل الحلول السحرية انه يعدي لوحده. يعني امبارح في كرة الجون التاني اخوان الفينا خد محمد هاشم اللي هو حرفيا طوله مرتين ونص، كروته كده وخده ودخل بيه منطقة الجزاء وطلعه بره اللعب وادى الكرة لعمر جابر اللي جاب منها الجون التاني. فامبارح الزمالك كان عامل اداء هايل. الاداء السريع دوت انا شايف من وجهة نظري، لان انا متعود اقول الحقيقة مهما كانت، لعدم وجود شيكو بنزا في التشكيل الاساسي. ادم كايد مش في ربع مهارة شيكو بنزا، لكنه عنده الاساسيات اللي تخلي الفرقة كلها تلعب وتسلمه ويروحوا ويستلموا منه. يعني عمل مباراة ادم كايد امبارح عجبني جدا، ناقصه شغل كتير في حتة واحد لواحد، انه يفكر يروح ويعدي ويشكل خطورة. فده ده لازم يشتغل عليه. لكن ادم كايد امبارح كان واحد من افضل اللاعبين اللي موجودين في الملعب، بيضغط طول الوقت، عنده المخزون البدني بيسمح له ان هو يضغط طول الوقت ضغط عالي. الزمالك بيلعب ضغط عالي طول الوقت، اخوان الفينا وناصر ماهر وعدي الدباغ وادم كايد، ووراهم طبعا عبد الله السعيد، ده غير الطرفين بنتايك وعمر جابر. تلعب ضغط عالي، الزمالك مطير طول الوقت سبع لعيبه بيدافع بدونجا ومحمد اسماعيل وحسام عبد المجيد، بس دول اللي ليهم ادوار دفاعيه، واحيانا دونجا كان بيشارك في العمليه الهجوميه. سرعه الاداء طبعا بتاعت الزمالك امبارح اربكت كل خطوط المصري، اربكت المدير الفني اللي ما بقاش عارف يظبطها ازاي او يظبطها منين. انا بلعب بثلاثه في وسط الملعب والثلاثه ادوارهم دفاعيه اكتر، ومع ذلك مش قادر اسيطر على حريه الحركه اللي واخدها وسط ملعب الزمالك والسرعه اللي بيلعبوا بيها. فبصراحه امبارح الزمالك عمل ماتش عالمي. عايز اشيد بخط ظهر الزمالك بالكامل. محمد اسماعيل في اول ظهور ليه ظهور مميز جدا، ثقة عالية جدا، بيطلع بالكرة كويس جدا، ما عندوش مشكلة في القصص دي. يمكن من الحاجات اللي يمكن اتكلمنا فيها قبل كده، قلت ان مفيش حد في الزمالك عنده الجرأة ان هو يلعب باص يضرب بيه خط. امبارح في كرة الجون التاني نبيل عماد دونج عمل واحدة ضرب بيها خط وسط النادي المصري، استقبلها اخوان الفينا. دي بقى المهارة اللي انا بتكلم عليها، المهارة سواء من اللاعب اللي عمل الباص او اللي استقبلها.
دونج عملها كويس جدا. خوان الفينا لما استقبلها ما بعدتش عنه، بالعكس ده ظبطها برجله اليمين او استقبلها برجله اليمين وداس عليها بالشمال، دخل بيها جوه منطقه الجزاء، خد محمد هاشم معاه وكلفته ورجعها لعمر زي ما قلنا، وعمر جاب الجون التاني. القصه دي لو الزمالك اشتغل عليها، لازم الزمالك يشتغل عليها، يعني لازم يعني فيريرا يجيب الجون التاني ده ويقعد يدرب اللعيبه عليه كتير، لان انت طول الوقت هتلاعب فرق بتتكتل قدامك. طب الحل ايه؟ لازم اضرب خط، لازم يبقى عندي لعيب يعمل باص يضرب بيه خط، ولازم يبقى عندي لعيب عنده المهاره ان هو يستلم بين الخطوط ويلعب بين الخطوط. فدي نقطه لازم يانيك فيريرا يشتغل عليها. زي ما قلت بوجه التحية لكل خط ظهر نادي الزمالك، عمل مباراة عالمية امبارح، تحديدا محمود بنتايك وحسام عبد المجيد. عايز اسأل بقى كابتن حسام حسن، لو اتفرج على الماتش بتاع امبارح ده، هو ازاي حسام عبد المجيد ده ما بيلعبش اساسي في منتخب مصر؟ عايز طلوع بالكرة، بيطلع بالكرة كويس جدا، ضربات رأس على أعلى مستوى، تمركز على أعلى مستوى. مفيش مدافع في الدوري المصري بيأدي الأداء اللي بيأديه حسام عبد المجيد. يعني بدي كل واحد حقه. أنا ما أنا يعني عادة ما بطلعش أمجد في مدافع، لكن حسام عبد المجيد امبارح بصراحة عامل ماتش عالمي. فريق الزمالك كله امبارح عامل ماتش عالمي. أتمنى إن الزمالك يكمل بنفس المستوى. المرات اللي فاتت كنت بطلع أتكلم وأقول لسه قدامنا شغل كتير. لو الزمالك ثبت على الأداء ده، أنا مش عايز من يانيك فيريرا حاجة. كنت بقول لا، الزمالك لسه قدامه شغل والكلام ده، لكن الزمالك امبارح بصراحة عمل ماتش تحفة، ماتش عالمي. كل اللعيبة بلا استثناء كانوا على أعلى مستوى، كلهم كانوا فايقين. أتمنى إن احنا نحافظ على شكل الأداء ده. واحنا في الأسبوع السادس متصدرين ب 13 نقطة، بيلينا المصري برصيد 11 بونت، بعد كده مودرن وسيراميكا، يعني مجدي عبد العاطي وعلي ماهر اتكلمنا عنه، زد وبتروجيت، محمد شوقي وسيد عيد اتكلمنا عنه. دول أول 6 فرق في الدوري. أتمنى إن الماتشات تكون أقوى إن شاء الله، دوري يبقى أقوى. النهاردة إن شاء الله في ماتش مهم جدا في مسيرة النادي الأهلي السنة دي في الدوري، الأهلي وإنبي. إن شاء الله نشوف النتيجة، وإن شاء الله تخدمنا النتيجة بإذن الله. حمزة الجمل كده يقدم لنا هدية، ونطلع بكرة إن شاء الله نشوف ونحلل أداء الأهلي وإنبي إن شاء الله. ألف مليون مبروك لكل الزملكاوية، ومن نصر لنصر إن شاء الله. شكرا.